ماشي، جبت حسام حسن، برافو، جدع، نايس. بس في حاجة، يعني ايه الكواليس اللي تخليك تعلن رحيل روي فيتوريا، تعيين محمد يوسف مدير مدرب وقائم بأعمال مدير فني لحين استخدام مدير فني أجنبي. ده نص البيان بالمناسبة، مش تكهنات، نص البيان إنه استخدام مدير فني أجنبي. حلو. طب ايه اللي هيحصل في 48 ساعة بس تقعد مع حسام حسن؟ 48 ساعة، انت يوم 4 فبراير اعلنت رحيل فيتوريا وتعيين محمد يوسف وعلاء نبيل، كابتن علاء نبيل. 6 فبراير اعلنت تعيين حسام حسن مدير فني، وطبعا يعني بديهيات كده محمد يوسف اعتذر، يعني مش هو انتوا قلتوا اجنبي تمام، هو كان بيس ان هو اجنبي، يعني حد كده يعني اكتيفيتي يتعلم منه. انما حد مصري، ما يعني مع كامل احترامي لحسام حسن، زي ما قلت في الفيديو اللي فات، انه محمد يوسف افضل، سي في بتاع محمد يوسف افضل من سي في بتاع حسام حسن. يعني لو هو حتى نقول انه افضل منه فنيا كاداريا، بس انا بتكلم على السي في. لو انت تبص للسي في ده والسي في ده، لا، سي في محمد يوسف افضل. درب الاهلي شخصيا، مش كسب الاهلي. يعني الناس تقول لك حسام حسن كسب الاهلي بفريق ضعيف في الزمالك، مش عارف ايه بتاع، حلو، انا ما عنديش مشكله. ما هو آه اسمه ايه بتاع الداخليه، اللي هو تطلع لك هي دي كوره، نسيت اسمه والله. المهم ده كسب الاهلي رايح جاي، مش كسب الاهلي بس، كسب الاهلي رايح جاي في دوري، في سنه، مش عارف، دوري سنه 2015 تقريبا او 2016، رايح جاي من الداخليه. محدش عملها في الدوري كله، هو بس. فهي مش بتحس بكده يا صاحبي. بس جبت حسام حسن بناء عليه، هل عشان ترضي الشعب؟ هل عشان تشيل ايدك من قصه المنتخب ومحدش يقول لك محدش مسيطر، والمدير اسمه ايه الوزير فين، واتحاد الكوره فين، اللي هو ايه، خبط حسام في محمد صلاح ويطرطشوا صلاح، يطرطشوا زلط، او يطرطشوا زلط اسمه ايه شرز، ويعيشوا بقى. اللي هو انا مش هوجع دماغي بان انا اخش انا في الحسبه وانا اللي اتعك. لا يا عم، هو حسام حسن يخبط في محمد صلاح ويطلعه شرز، مالناش دعوه، بره عني القصه دي. يعني انا تقريبا حسبتها كده، اللي هو انت اكيد مش 48 ساعه اللي تخليني اقول فجاه لا، ما خلاص مش هنجيب مدير اجنبي والدولار غالي، الدولار بيزيد. لا لا لا، بقول لك ايه، حسام حسن تعالى، لا ابراهيم هاته معاك وانت جاي، هما بيشتغلوا مع بعض حلو. انت لو ما عندكش القدره انك تشيل واحد منهم، تنزع واحد من التاني، لان انا مع كامل احترامي للكابتن ابراهيم حسن، ما انا مش شايف له انجاز في اي حاجه بيعملها. هو دايما اللي بيتخانق ابراهيم حسام بس، هو ابراهيم تقريبا بيحوش، يعني تقريبا هم جايبينه عشان يحوش، يعني حسام يتخانق ابراهيم يحوش حسام بس، ما فيش دور تاني لكابتن حسام، يعني مدير المنتخب، يعني مدير المنتخب. المهم انه يعني كنت اتمنى ان محمد يوسف يكمل، زي ما قلت الفيديو اللي فات برضو. فكره ان انت تجيب مدير فني ليه سي في كويس وتسيبه وتديله فرصه، وحتى لو مؤقته، لحين ان انت تفكر وترتب اوراقك كويس وتراجع وعندك حد موجود تقيل في الفريق ماسك الفريق. وكده كده ما فيش حاجه بتحصل، انت ما فيش ماتشات لسه قريبه، يعني في القريب العاجل، اللي هو مش بعد بكره في ماتش فانت بسرعه مستعجل على مدير فني. لا، تدرس الاوراق اللي تجيلك، او تدرس، تجيب ملفات وتدرس السيفيهات بتاعت الناس، وتشوف مين اللي دماغه هتمشي مع المنظومه، وعارف افريقيا، او هيحاول يعرف افريقيا، دماغه تمشي مع فكره افريقيا، عارف اللعب في افريقيا عامل ازاي. يا جدعان، عشان الناس بس تقعد تقارن ما بين افريقيا واوروبا، هي المقارنه عموما بتبقى ظالمه ايا كان المفارقات وحطيت ايه. مستحيل حد ظروفه تتماشى وتتناسب وتتوافق كل حاجه كده مع نفس الشخص فتحطه في مقارنه عشان ده عمل حاجه احسن من ده. هو مفيش اصلا دي. فافريقيا مختلفه، يعني مش اختلافا تاما، هي حاجه يعني هذا شيء وهذا شيء اخر. فما نحطش مقارنه ما بين اللي بيدرب في افريقيا واللي بيدرب في اوروبا، واللي بيلعب في افريقيا واللي بيلعب في اوروبا، دي تيمه ودي تيمه تانية خالص. واللي بينجح في افريقيا سهل ينجح في اوروبا، اللي بينجح في اوروبا مش سهل ينجح في افريقيا.
عشان افريقيا جوا وارضا وكتير كده وحاجات كتير كده مش مختلفه. يعني انت عندك هنا المسافات ما بين القارات هنا، سوري، ما بين الدول شاسعه. في افريقيا، في اوروبا لا، ده حارتين وتقريبا ما بينهم زقات. فدي بتفرق جدا في وقت الماتشات، في اوقات كتير قوي. لها عوامل كتير قوي، لان الانسان مش آلة. فما تقوليش اصله ده بيلعبوا كل 3 ايام. ايوه بيلعبوا كل 3 ايام ماتش، بس تخيل انت بتلعب كده في بني سويف، في القاهره، في اسوان، ترجع تاني على اسكندريه، تطلع على اسماعيليه، ترجع تاني على الاقصر. يعني نشوفها كده، بتلعب خماسي هنا، ماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا في 6 ايام. مستحيل، صح؟ نفس القصه بالظبط. في فرق بقى انك تلعب ال6 ماتشات دول في 5 ايام في القاهره. هتفرق، صح؟ ده انت حتى بتيجي تقول لما بتيجي ماتشات مثلا، لما اسوان تطلع الدوري، تيجي تقول انزل اسوان والعب في اسوان واطلع العب في القاهره وارجع. بتستصعبها اهو، بتستصعبها. فاكيد في فرق بقى اما انك تروح من مثلا لما تلعب سان داونز، تيجي من شمال القاره مصر لجنوب حرفيا. يعني هي جنوب، يعني هي دوله، هي جنوب افريقيا. هي يعني اسم الدوله، مش هي جنوب، هي في جنوب افريقيا وهي جنوب افريقيا. ف نعقل ونفكر. ونتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن. طبعا انا مش بقول ان هو انا هحكم عليه، بس طبعا انا مستنظر لقاء حسام حسن وكابتن محمد صلاح قوي 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 في المنتخب. لانه ده هيدينا صوره، او اقرب ما يكون للصوره اللي احنا هنشوفها فيما بعد ما بين العلاقه دي، او في العلاقه دي ما بينهم في المنتخب. هتفرق بقى معاك، هتعرف الدنيا تمشي كويسه ولا وحشه في العلاقه. عشان العلاقه دي هتفرق قوي في الاداره بتاعت المنتخب. ده الكابتن وده المدير الفني. فاللقاء ما بينهم هيفرق جدا 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 في الحاله الفنيه للمدير الفني، والحاله الفنيه للعيبه، والحاله الفنيه للمنتخب بشكل عام. فنتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. واتمنى ان يكون في جهاز اداري او جهاز فني متزن من نسيج مصر، من المدربين المحترمين. ما يبقاش اختيارات اللي هي زي ما بيقولوها اللي هي الصحاب. ما تبقاش صحاب، يعني مش كابتن حسام حسن وابراهيم حسن صحاب فلان الفلاني، مش هقول اسامي، صحاب فلان الفلاني يروح جايبه هو يتعين في الجهاز الفني. لا، تبقى كفاءة، والثقة الكفاءة يعني تحجب الثقة، او تبقى فوق الثقة، او الكفاءة ثم الثقة، مش الثقة اللي هو صاحبي فبعد كده الكفاءة. لا، لانها مش تمشي كده خالص. ماشي يا صاحبي؟